حضرتك لو هتقول لي ازاي ده بنت بلدك دي عربيه و ده لو هي بنت اصلا. انا عايز اقول لحضرتك بس حط اختك مكان اللاعبه اللي بتلاعب الشخص ده او الكائن ده. خلي اختك كده هي انثى بتلاعب واحد نص ونص، هتعمل ايه؟ هتبقى متضايق. بص حضرتك كده، انت شايف جسد ايه؟ جسد ست ولا جسد راجل؟ الجسد ده جسد راجل. حتى الطول مش طول ست. حلو. يعني الست ال 160 دي بتبقى دي ست طويله بالنسبه للستات. الطول ده مش طول ست. الجسد ده مش جسد ست. مفيش اي تفاصيل في الجسد بتقول ان دي ست. طب ماشي، هي يعني ربنا خلقها كده صح؟ حضرتك هتقول لي ربنا خلقها كده. انت كده بتعيب في خلق الله. اتعيب المخلوق ام تعيب الخالق؟ ماشي، ربنا خلقها كده. طب وهي بص حضرتك هي عامله في نفسها ايه؟ بص قصه شعرها. ربنا برضو اللي قصلها شعرها عشان تبقى راجل تتشبه بالرجال. ده لو يعني هي ست، هنفترض ان هي ست. طب واللي هي عاملاه في نفسها؟ اصل ده مش ربنا اللي خلقها كده بقى. مش ربنا اللي خلقها شعرها مقصوص زي الرجاله. لا، هي فخوره بده. ده لو هي ست. بس انا عايز اقول لحضرتك ان هي مش ست. ليه؟ الملاكمه دي او الملاكم ده في الهند في 2023 داخل بطوله الملاكمه في الهند، والهند رفضت. اللجنه رفضت انتسابه للبطوله. ليه؟ كشفوا عليه قال لك ده عنده ده عنده او عندها هرمونات ذكوره عاليه. ما حبوش يفسروا. طيب وايه تاني؟ بطوله تانية كانت في اليابان وتايلاند وبرضه اترفض. يعني مرفوض من بطولتين قبل كده. ليه؟ بسبب هرمونات الذكوره. طب يعني ايه هرمونات الذكوره؟ هو ايه؟ هو انت من بره مش شايف انه في انوثه، هو راجل من بره. طب هل من جوه هو مش هيفرق من جوه حاجه، هو من بره راجل. طب ليه فرنسا قبلت بدخول الاولمبياد؟ اشمعنى طالما الهند رفضت ودول تانية لما كانت بتتلعب البطوله في دول تانية كانت بترفض انضمام ايمان خليف للبطوله، ليه فرنسا قبلت بدخوله؟ تعال اقول لك بقى ليه. فرنسا دي يا صاحبي لو بصيت على كل الجواسيس، كل حاجه وحشه اتعملت ضد مصر او ضد الاسلام او ضد العرب، هتلاقي اصلا جت من فرنسا. هتلاقي كلهم بيروحوا فرنسا. يعني فرنسا دي المحطه. فرنسا هي اكبر دوله داعمه للشذوذ. وفكره بقى ايه البنت زي الولد مش كمالة عدد، والاثنين واحد وراجل وست زي بعض اصلا، وست راجل وراجل ست، والفكره اللي هي كله يسيح على بعضه وما انتش عارف مين راجل ومين ست. ده فرنسا اصلا ده طالعه من فرنسا. فلما فرنسا يروح لهم واحد لا مؤاخذه ما تعرفش هو خنثى ولا هو نص ونص ولا هو ولا هي مش عارف ست بقت راجل ولا راجل بقى ست، يقول لهم فانا داخل بطوله السيدات. اتفضل كل واحد هنا، الست زي الولد مش كمالة عدد، ايه المشكله يعني؟ خش. هي اصلا فرنسا قايمه على ده. هي اصلا فرنسا اكبر داعمه للشذوذ والفكره ان امتثال الرجل بالمراه والاثنين زي بعض وعادي. تخش راجل يضرب ست، ست تضرب راجل، ده واحد يعني مش هتفرق حاجه. ده عند الفرنسيين او عند الماسونيه هناك. طب ايه كمان؟ لو بصيت على الاولمبياد في فرنسا السنه دي هتلاقي عملوا حاجات غريبه جدا في الافتتاحيه. حاجات غريبه، شوز جنسي وحاجات مش عارف ايه وحاجات غريبه. اللي كانوا بيتفرجوا كانوا هيرجعوا من اللي هم بيشوفوه. وناس كتير مشيت وقامت وسابت الاحتفاليه، وكانت اقذر احتفاليه في تاريخ الاولمبياد، احتفاليات فرنسا 24. وهوب نزلوا مسبحين في نهر السين. هو مش نهر الصين، مش شاينا، نهر السين هو اسمه كده، السين ده السين بينهم. النهر ده عباره عن مليان قاذورات. العرض بتاع الاحتفاليه تحس ان هو عباره عن شياطين وجن وحاجات انت كانك في تحضير ارواح هنا، في تحضير جن هيحصل. ده بيحضروا عفاريت. والنهر زي الموضوع ده اتكلم فيه كتير من ناس عرب يعني. والنهر ده عباره عن مليان قاذورات، وانتوا عارفين ان الحاجات دي اصلا يعني تعيش على القاذورات او يعني في الاماكن القذره. فيعني عاملينه جنب النهر، والناس
السباحين لما نزلوا النهر تقيأوا ورجعوا، ايه القرف ده؟ ففرنسا اصلا لما يروح لها حاجه زي دي مش هتفرق معاها. لا لا لا، ده حلو، تعالى هات من ده كتير، هات من ده كتير. فكره الخنثى، وان هم اصلا مؤمنين بفكره ان البشر ما فيش فرق في الاجناس، ما فيش فرق بين ست وراجل، ومفيش فرق بين الخنثى. لا مش عايزين نتنمر، عارف انت اللي هو ايه كده. والشاذ ده هو حر، والشاذ ده يعني شخص عنده احاسيسه وبتاع، احنا ما لناش ان نتدخل في احاسيسه ويعمل اللي هو عايزه. جميل. والشواذ دول براحتهم بقى، يعني يعيشوا كحياه طبيعيه زيهم زي بقيه البشر. فرنسا قبلت دخول ايمان خليل في البطوله. الغريب ان الشخص اللي انت شايفه راجل هو اللي بيكسب البطوله، ولو دخل اي بطوله نسائيه هيكسبها لان هو راجل. حضرتك مش شايف؟ حضرتك مش شايف؟ مش باين انت ايه؟ بلايند؟ الصوره معاك خضرة كلها ولا ايه؟ انت مش شايفه عامل ازاي؟ ايه الصور دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه الطول ده؟ وايه في انت فين ما في ايه اللي يثبت ان انت ست؟ انا مش شايف حاجه خالص ولا اي حاجه. مفيش اي تضاريس في الجسم بتقول ان هو ست، لا فوق ولا تحت. انت بتهزر؟ ايه ست ازاي يعني؟ انت ستته ازاي؟ اللي بيدافعوا عن الشخص ده ما نعرفش ست ولا راجل ولا هو خنثى ولا. انت ستته ازاي؟ هم في الاغلب بيقولوا انه خنثى، يعني انت والله اعلم. بس هو انت ازاي قلت ست؟ ده دخل ازاي عنه ست؟ طب الملامح، انت لو جيت تتفرج حضرتك على اللي بيبقوا مزدوجين الجنس، اللي هو بيبقى ست وراجل في بعض، هتلاقي الملامح الجسم ست والملامح راجل، او العكس، المهم هتلاقي الملامح مش ست، الملامح تدي على راجل. بجد بجد صوت الشخص ده لو اتكلم مش هتسمع صوت ست، لانه هو مش ست. الملامح دي مش ملامح ست. ولو افترضنا ان انت حطيت لها باروكه وخليتها ملامح ست، طب والجسد؟ ما هو الجسد ده هو اللي بيلعب. الجسد ده هو اللي بيلعب. الجسد ده جسد ست. انت شايف ده لو اختك بتلعب ملاكمه ودخل ده يلعبها، انت هتبقى فرحان؟ بصراحه لو بيلعب واحده مصريه احنا مش هنبقى زعلانين؟ احنا المصريين هنبقى زعلانين. ما هي بتخسر مثلا بطوله قدام واحد هو مش ست، وانت شايف ان هو مش ست. لا طوله ولا جسمه، ما فيهوش حاجه في جسمه تقول حتى طوله طول راجل، حتى رجليه رجل راجل، شكله شكل راجل، شعره شعر راجل. طب هتقول لي انت هو ما خلقش نفسه، انت بتتنمر وانت مش عارف ايه، وانت بتعيب انت بتعيب الخالق مش بتعيب المخلوق. جميل، خلقش نفسه راجل بس هي اختارت تبقى راجل. بص هي عامله ايه في شعرها، ولا هو عامل ايه في شعره. شوف الكائن ده عامل ايه في شعره. هو عايز يبقى راجل لانه هو راجل، هو اقرب للرجوله، يعني هو اقرب للذكوره، فبيحلق حلقه ذكوره. انت بتدافع، انت محاسين ان امال لو كان عامل بقى ايه الرداء الاسلامي ورايح لابس الحجاب والكمام وبتاع وده رايح، انت مش شايف؟ انا مش فاهم المدافعين عن الشخص ولا الكائن ده بيدافع عنه ازاي. امال لو كان بيمثل اللبس بتاعه بيمثل الفئه المسلمه بقى، يعني هنقول المسلمه اللي بتروح هناك يا دوب حجاب وتزي بكم وشورت تحتيه بتاع ده برضه ستريتش. امال لو كان لابس كده كنت هتعمل ايه؟ انت كنت هتعينه رئيس جمهوريتك بقى. انت مش شايف؟ انت مش شايف تسريحه شعره ولا تسريحه شعرها دي ايه؟ ده هي مختاره تبقى راجل، هي بتحلق حلقه راجل، هي عايزه تبقى راجل، هي مش مسايبه شعرها بقى ولا زي البقيه اللي بيلعبوا في اللاعبات. ايه ده؟ بص لبقيه اللاعبات هتحس ان دي ست، حتى اللي وشهم التايلانديين ومش عارف ايه اللي هم، عارف هي مترجله قوي كده بس ست، باين على جسمها انها ست، باين عليها انها ست، ملامحها ست، ريحتها ست. انت ريحتك مش ست، شكلك مش ست، طولك مش ست، شعرك مش ست، كتفك مش ست، يعني ايه
منحنياتك مش ست، ريحتك مش ست، صاحبك مش ست، جارك مش ست، انت كلك مش ست. اثبتت منين ان هو ست؟ ايه الدليل ان هو ست؟ ديك ازاي ان ده ست؟ ما هو انا ماليش دعوه بالداخليات، انا مش هنقعد نفحصه داخليا. خارجيا ما هو ده رايح يلعب لعبه، مش هتتلعب بالداخليات، لا مؤاخذه، دي هتتلعب بالبدن. دي لعبه ايه؟ مش لعبه مش دي رياضه بدنيه ولا دي رياضه ذهنيه؟ رياضه بدنيه. البدن بتاعه مش بدن ست، بدن راجل، ما ينفعش يلعب. والهند رفضته، ما راحش البطوله. مع 2023 ما دخلش البطوله، اترفض، اللجنه رفضته. والسنه السنه اللي قبلها 2021 اترفض برضه. ست ايه؟ انت ستته ازاي؟ وشكرا.